السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أطباق وحلويات اقتصادية. اليوم إن شاء الله هنحضروا مع بعضنا خبز الدار. خبز الدار اللي يعني الناس كل راهي عبالي بلي تعرفوه، ولكن كاينة وحدة يطلع لها، كاينة وحدة يجيها معجن، كل وحدة كيفاه يجيها خبز الدار. اليوم يعني اقترحته عليكم وراني راح نقدمه لكم بطريقة جد مبسطة كما وعدتكم فيه لمتتبعيني في على شورت، باللي راح نقدمه لكم بأدق التفاصيل، وراني نعطيكم جميع الطرق حتى يصلح لكم هذا خبز الدار. ولكن فقط ما تنساونيش حباباتي بالاشتراك والضغط على اللايك وتفعيل الجرس، حتى يعني ما نكونش انا نمسك هذيك الطاقه السلبيه، ونكسب غير الطاقه الايجابيه اللي تحفزني، ونعطيكم يعني كل حاجه من قلبي من قلبي بكل صراحه، راني نعطيها لكم من قلبي بكل صراحه. اذا قبل ما نبداو ما نساوش الصلاه والسلام على رسول الله. عندي هنايا في قصعه جفنه كما تسميها نتيا. عندي اول حاجه عندي سميد. السميد هذا لازم يكون اول حاجه لازم يكون متوسط او رطب، مايل للرطب، يعني ما يكونش هذاك الحرش خلاص. هنايا واش عندي الخميره. الخميره هنايا والسكر راهم يتماشاو مع الجو. هذه كما نقولوا راهي هذه اساس نجاحنا، نجاح خبز الدار. عندنا قلت لكم الخميره والسكر يمشي مع حسب الجو. اذا كان الجو بارد نحتاج في هذه الطريقه ملعقه وربع كبيره سكر، وملعقه كبيره وربع خميره الخبز. ان شاء الله يكون مفهوم. عندي هنايا الملح يبقى حسب الذوق، ولكن انا هنايا بكل صراحه حطيت ملعقه صغيره مليانه ملح، وبعد قليل زدت بنت لي قليله زدت ضفت شويه، يعني حسب الذوق. هنايا الملح كاين اللي عنده لوطونسيون، كاين كل حسب يعني حسب يعني الذوق تاعكم. وهنايا عندي هذا سينوج. السينوج راهو اختياري، حطيت هنا ملعقه وشويه صغيره سينوج. هنايا نروحوا للسوائل، نخلطوا هذيك قبل ما نحطوا السوائل، نخلطوا هذيك الخليط كامل مع بعضه، ونضيفوا هنايا كاس ماء وكاس حليب يكونوا دافيين. هنا الكاس اللي وزنت به راهو كاس اللي يوزن ديما تعودتكم به 220 مليلتر. وانتيا يعني الكاس اللي تبداي به كملي به 240 220، هذه حسب يعني حسب الكاس اللي تستعمليه. هنايا هذا الخليط خلطته وخليته هنايا ربع ساعه، ربع ساعه، وعلاه حتى تتفاعل هذيك الخميره. ربع ساعه نروح نخلطوا هذا الخليط، ونروح نضيفوا البواقي اللي راح نزيدوا نحطوهم. عندي هنايا الزيت هنايا الكاس هذاك اللي وزنت به نزيدوا نكملوا قلت لكم به. حطيت هنايا نص كاس زيت. هنايا دفعته على دفعات، ولكن انت تقدري تحطيه دفعه واحده. هنايا ونبقاو في الخلط. وهنايا من الاحسن تخلطي بيدك يعني مش لازم بلافوي، يعني حتى تقدري تخلطيه بيدك عادي. نضيفوا هنايا بيضه. البيضه حسب الحجم اللي عندك، مش لازم تكون بارده، نقول لكم انا مش لازم تكون صغيره ومش تكون كبيره، متوسطه الحجم وتكون بحراره الغرفه. نحطوا البياض نحطوه للخليط، والصفار هذيك نحتفظوا به حتى في الاخير نحتاجوه. نخلطوا هذاك اللي زدناهم كامل، نخلطوه مع هذيك مع السميد مع الزيت قلت لكم كامل كما تلاحظي هنا. ونروح هنايا به سر يجينا هذا خبز الدار تاعنا خفيف ويجينا مفشفش كيما شفتيه. نضيف ملعقه كبيره خل، واللي ما عندهاش الخل تحط حتى عصره قارص. هنايا ضفت هنايا الفارينه ما نضيفوهاش دفعه واحده. تقدري دير يعني تسرعي الفيديو تقولي قالت 4 نحط 4، قالت 5 نحط 5، لا. هنايا يا اختي مش حتى في الفيديو تاعي راكي لازم تتبعي الطريقه. انا هنايا نضيف بالكاس. حطيت الكاس الاول وخلطت، زدت حطيت الكاس الثاني، وهاكي تشوفي فيا نخلط. المطبخ لازم كيما نقولوا ما يكونش، لازم تكوني عندك راحة البال وسعة البال، حتى يعني صدقيني كل ما وسعتي بالك في الكوزينة وكل ما وسعتي بالك مع الطبخ راكي تتحصلي ديما على نتائج، وراكي زيدي تحبي المطبخ. شوفي الطريقه الثالثه واللي يخليك يعني الخبز تاعك مفشفش وطالع كيما هكيك، اني كل ما نحط الكاس تاع الفرينه هذيك شوفي كيفاه نخلط ومن بعد نهز ونخبط. ها شوفي كيفاه الطريقه. هاني هنا ما سرعتكمش يعني الفيديو، شوفي شوفي كيفاه نخلط.
نخلط ونهز ونخبط. شوفي شوفي هذا هنايا حتى نخليو هذاك الهواء يدخل، ونسهلوا على خبز الدار العجينه تاعنا كي نحطوها تخمر، يعني تتخمر لنا وتاخذ حقها في الاختمار. شوفي الطريقه كيفاه اللي التحقت بيا الان. نقول لك غير كتدخلي معنا راهو خبز الدار بطريقه يعني جد مبسطه. شوفي نهز ونخبط نهز ونخبط. هنايا بقى لي نص كاس، حطيت هنايا 3 كيسان ونصف، وانا ما نحطش هذاك الكامل اللي بقى لي، راني نحط غير بشويه، زدت ربع كاس. وهنايا النصيحه الرابعه انك كي نقول لك مثلا زدت نص كاس ما تروحيش تحطي هذاك النص كاس كامل، لا حبيبتي هنايا حطيه بشويه، لان هذاك الشويه هذا قادر تحطيه نتيا الفرينه تاعك راهي تتشرب، راهي هنا تنشف لك هذيك العجينه. نحط بشويه ونشوف، لان العجينه هنايا خبز الدار نحتاجوها تكون تتلاصق، لازم تكون تتلاصق في هذه الطريقه. هنا حطيتها غطيتها كيما تلاحظي، ها هي كي جيتها تتلاصق غطيتها خليتها هنايا تعطيها حق الاختمار، حتى تشوفي العجينه تاعك تضاعف الحجم تاعها وتلقيها مفشفشه ما شاء الله، كي تمسيها تهبط، يعني راهي دات حقها في الاختمار. هنايا نهبطوا لها الاختمار بعد ما خليتها نصف ساعه، وحسب الجو قلت لكم هنايا تاعكم، قادر في فصل الصيف ربع ساعه تكفي، ولكن انا هنايا المدفأة راهي شاعله والسخانه في الدار كيما نقولوا الله يبارك وهكيكا، وعطيتها نصف ساعه في الاختمار. شوفي ما شاء الله انا نمسها وهذيك الخبزه شوفي ما شاء الله راهي طالعه الاختمار ما شاء الله. هنايا قسمتها لاثنين، وحده كبيره ما شاء الله ووحده صغيره. هنايا أنا نستعين بالزيت لانها قلت لكم العجينه راهي تتلاصق. ها هي نكور الاولى بالاستعانه دائما بالزيت. وهنايا غسلي يديك حتى كي تكثر عليه الالتصاق هذاك، غسلي كل مره غسلي يدك فقط. نحطو نجيب الصينيه دائريه مربعه يعني اللي متوفره عندك حسب يعني مش لازم نعطيك القياس تاع الصينيه. هنايا نغسل يديا ونستعين بالزيت، هاني غسلت يدي واستعنت بالزيت ونطرحها كيما تشوفي. ما نطرحوش اللي تحب خبز الدار هذيك طالع خلا، خليها حوالي 1 سنتيمتر اكثر من تقريبا 1.5 سنتيمتر. واللي تحب يجي هذاك خبز الدار المهم طالع شويه برك خليها شويه رقيقه. هنايا عندي صفار هذاك البيض، الصفار زدت له هنايا شويه خل، قطره خل وشويه قهوه، او اللي ما عندهاش قهوه حطي شويه حليب مع شويه خل، خلطيهم جيدا ودهني بها سطح هذيك العجينه. شوفي هنايا كيفاه تلاحظي، قربي لك الصوره فقط تلاحظي ان العجينه هنا مشقوقه، لا يا حبيبتي هذه اختمارها راهي جايه عجينه خفيفه. وهنا هذيك الخبزه اللي بقات لي طرحتها انا بشكل طولي حتى نقطعها على شكل كيما الكروكي، يعني روعه يجي تاني التقسيم تاعو. نحطوا له هنا بالتزيين فقط سينوج، وتحبي ما تزينيهش عادي. هنا نحطو على 180 درجه يطيب من التحت يزيد يطيب من الفوق. وهذه الطريقة الأساسية. أنا الخبزة الأولى سامحوني حطيت في بالي راني نصور ولكن نقطع لي الفيديو، هاني كتبت معاكم نحل هذه نفتح معاكم هذه الصغيرة. قبل ما نفتحوها هذا سرها، ما نروحوش نقطعوها مباشرة، نخليوها هنايا نقلبوها على وجهها ونخليوها هكيك حوالي 10 أو نغطيوها ونخليوها 10 دقائق. من بعد نجيو نقسموها. ومن الاحسن سر خلاف هذا في نجاح خبز الدار انك تقسميه بهذا الخبز المسنن، والله صدقوني يجي خبزه الله يبارك، ما يجيش مفتفت ويجي الله يبارك روعه. شوفي كيفاه، اعطيوني رايكم في تعليقاتكم في هذا الخبز هذا، وراني نعدته لكم كما قلت لكم في بدايه الفيديو من قلبي من قلبي. ان شاء الله يا ربي تستفيدوا منه ولو حتى بالقليل. دعاوي الخير، ترحموا على الوالد المتوفي، ربي يرحمه ان شاء الله ويجعله في الجنه ويرحم جميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. طريقه جد سهله، ما عليك غير فقط تبعي الفيديو. دعاوي الخير، والى فيديو اخر بحول الله. شاهدكم ان شاء الله في الجنه. باي.